احد المعاهد الازهريه عشان موضوع الانفلونزا وما الى ذلك. حصل حوار ما بين الشيخ الازهر والطالبه بشان نقابها وهي في هذا السن الصغير. تفاصيل الموضوع مع الاستاذ احمد البحيري الصحفي بمصر اليوم اللي كان موجود وشاهد الواقعه. استاذ احمد مساء الخير، شكرا لوجودك النهارده. معتز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هو شيخ الازهر صحيح ان هو يعتبر زي ما تقول وبخ الطالبه بسبب ارتدائها النقاب؟ هو فعلا هو شيخ الازهر كان مندفع جدا في كلامه، لدرجه ان هو الح على الطالبه ان هي تخلع النقاب، والطالبه قالت له طبعا ان انا لابساه يعني لان ما بحبش ان اخرج في الشارع بوشي مكشوف او حد يشوفني وكده. فقال لها لا، قال لها النقاب ده عاده وليس عباده، ولا علاقه له بالدين من قريب او بعيد. وانا راجل دين، اعرف في الدين احسن منك ومن اللي خلفوك. احسن منك ومن اللي خلفوكي؟ ايوه. للاسف يعني الكلام ده كله صدر عن شيخ الازهر، وامرها بخلع النقاب، قال لها انت طالبه وقاعده في الفصل كله فتيات زيك، فايه الداعي انك تلبسي النقاب؟ وكان رد فعل الطالبه ايه؟ الطالبه طبعا كانت مذهوله من اللي بيحصل وزعلت جدا وخلعت النقاب، وبعدين ما يعني سمعت ان هي ما راحتش النهارده تاني المعهد بسبب هذا الموقف يعني. وانا ان شاء الله يعني اوصل لتليفونها وممكن نعمل معها لقاء في المصري اليوم باذن الله. انا سمعت، ما اعرفش اذا كان ده صح ولا لا، انها لما خلعت النقاب امام هو قال لها ايوه لما خلعت النقاب فقال لها امال لو انت كنت جميله شويه كنت عملت ايه؟ لما انت كده امال لو انت كنت جميله شويه كنت عملت ايه؟ يعني هو الراجل كان بيهزر مع البنت مش كده؟ لا مش بيهزر، لا هو شيخ الازهر في الموقف ده ما بيهزرش. بيقول كلام على طول يعني. لا لو انت حلوه شويه كنت عملتي ايه؟ حلوه شويه كنت عملت ايه؟ فيمكن طبعا طالبه برضو جدا يعني. واعلن شيخ الازهر ان هو بينوي اصدار قرار بمنع دخول منتقبات سواء مدرسات او طالبات الى المعاهد الازهريه. هيصدر القرار ولا صدر فعلا؟ هيصدر، لا هو بينوي اصدار قرار بمنع دخول المنقبات سواء مدرسات او طالبات للمعاهد الازهريه. طيب انا هسأل سؤال بس والله عايزك لا تقرأ ما بين السطور، مش سؤال خبيث. البنت المنقبة كانت بالغة ولا كانت مش لسه ما بلغتش؟ لا هي طالبة يعني في ثانية اعدادي يعني فتاة كده بالغة. يعني في سن البلوغ يعني. واذا كانت الدولة مثلا يعني او بعض المسؤولين بيروا النقاب ليس عادة او ليس عبادة بالدين، ليس عبادة يعني ولا علاقة له بالدين. فمن الناحية الثانية برضك بنشوف المتبرجات في الاماكن. ده موضوع ثاني يا عم احمد ما تدخلناش فيه والنبي. شكرا. شكرا لاحمد البحيري صاحبي من مصر اليوم اللي كان مرافق للشيخ الازهر النهارده في جولة له تفقدية في المعاهد الازهرية. طيب دلوقتي احنا طبعا بمناسبة دخول المدارس كل سنة وانتم طيبين، ودخول الجامعات في صحيان بدري وفي كده على الصبح كده تشطيف وحمام، ونعمل السندوتشات للعيال قبل ما يخرجوا عشان يروحوا المدرسة، يركبوا مواصلات ولا اتوبيس المدرسة. في قلق بيصاحب اولياء الامور مع بداية كل عام دراسي وخصوصا السنة